هاي، أنا إيمان. الفيديو ده موجه لكل مامي بتدور على برفيوم ما يكونش مقاطعة وفي نفس الوقت يكون كواليتي بتاعته حلوة وفي نفس الوقت تحس ان ريحة البيبي كده مسكرة وعايز يتاكل. في الفيديو ده هقولكم على برفيوم انا اكتشفته من فترة طويلة وكنت بجربه عشان اتأكد هل هو حلو ولا لأ. ويلا بينا نعمل ريفيو عن البرفيوم. وبراند البرفيوم اللي عايزة اقولكوا عليه هو بونبونز. هو برفيوم تحفة حرفيا، من كتر ما هو تحفة اوقات كتيرة بحط منه لنفسي. البرفيوم اللي معايا ده للولاد، هو ميلك كيك، ريحته جميلة جدا. ويلا بينا نشوف مكوناته مع بعض. واحنا بنشوف مكوناته هقولكوا على كام حاجة حلوة فيه. اول حاجة هو 50 ملي وسعره في الصيدليات ب85 جنيه. تاني حاجة هو ثابت جدا، يعني انا ببقى حاطة منه لابني مثلا واحنا خارجين في يوم، اجي تاني يوم وانا بغسل تيشرت بلاقي ريحته لسه موجودة. في نفس الوقت هادي كده، مش حاجة مزعجة، لان في برفيومز كتيرة في الماركت للأسف للأطفال بتبقى مزعجة جدا، اللي هو انا ازاي ممكن احط برفيوم للطفل بالقوة دي. تاني حاجة الغطا بتاعه محكم الغلق جدا، بيتفتح بصعوبة، ويمكن ده بيسهل كتير عليا فكرة ان انا ممكن اخده معايا وانا طالعة برا البيت. الباكجينج تحفة، كمان بيقعد مدة طويلة جدا، هو قعد معايا اكتر من شهر، ممكن 3 شهور او اكتر كمان. وبعد ما خلصت الريفيو البرفيوم، تعالوا اقولكوا انا ازاي بحط برفيوم لابني علشان اتجنب ان بعد الشر يحصل له حساسية. هو صحيح ده برفيوم اطفال، بس برضو لازم نتجنب على قدر الامكان ان احنا نتسبب لهم في حساسية. اول حاجة بعملها وانا بجهز الاوتفيت بتاعه، والاوتفيت بتاعي بمسك البرفيوم بتاعه وارشه على ظهر التيشيرت اللي هيخرج بيه. وعلى ما اجهز لبسي ولبسه بيكون البرفيوم هدي. طبعا انا بلبسه اندر شيرت من تحت، فالبرفيوم مش بيلمس جسمه، في نفس الوقت هو مش بيشم البرفيوم بطريقة مباشرة، وفي نفس الوقت ريحته بتفضل حلوة. ان كيس ان انا نسيت ارش البرفيوم على ظهر التيشيرت قبل ما البسه للبيبي، بعمل ايه؟ برشه على ظهره بس من بعيد شوية. عايزة اقول لكم حاجة، انا مش بعمل ريفيو على اي برودكت غير ما بيبقى خلص عندي.